بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أخدكم في موضوع كده اسمه فلسفة الفرح في سفر الجامعة، الأسفار الممتعة الغامضة واللي تعتبر من كتب الفلسفة المسيحية المقدسة لأن مكتوبة بالروح القدس. سفر الجامعة، لأن سفر الجامعة يقال حسب التقليد اليهودي أنه كتبه سليمان في آخر مرحلة من حياته، والبعض بيقول الشهور الأخيرة، ومات صغير، وكتبه في مرحلة توبة وندم على السنوات اللي راحت بعد فيها عن ربنا. جاله وقت كان بيحب ربنا جدا، ووقت بنى الهيكل ووقت التدشين وشاف المسيح بعينيه وكتب سفر النشيد، وكان واصل لدرجة من التقوى عالية. وبعدين ساب نفسه بقى للسياسة وجرى الملوك وحكاية بقى بنات الملوك والزوجات، وكترت الحكاية ووسعت عليه ولخبط الدنيا. وبعدين رجع تاب وكتب الجامعة. الغريب ان سفر الجامعة الإحساس الظاهري بتاعه يخليك تيأس من حياتك، لأنه أكتر كلمة بتتقال فيه إيه؟ باطل. 37 مرة ظن، كل صفحة فيها كم باطل كده، باطل باطل باطل. وبعدين يطلعك يقول لك تفرح تفرح، بس أقول لك باطل برضه. يعني إيه؟ تلاقيه كده يخبط إنه كله في الآخر ما يفرقش وما يستاهلش. الغريب بقول لكم إن الكلمة التانية في قاموس سفر الجامعة الفرح. يعني حاجة تستغرب لها، تقريبا ال 12 إصحاح ما فهمش إصحاح مش جايب سيرة الفرح. منين عمال تقول باطل 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 وبتقول فيه فرح؟ أصل دي بتحس لغز الحياة هنا. الحياة دي باطلة فعلا، الحياة بتاعتنا باطلة لو فكرت فيها. الناس بتجري وتهري وفي الآخر على إيه؟ هيموتوا، هيدفنوا، هيبقوا اسم على ورق. طب اللي بيشتروا دول قد كده اهي باطل، اشتروا بكذا مليون وبعدين هيسيبوه، هيعملوا بيه ايه يعني؟ تحس انه باطل دي حقيقية قوي، واقعية قوي. طب ايه اللي هيدخل باطل مع فرح؟ فلازم فيها لغز كده. تعالوا نعيش مع الفكرة دي، يمكن تفتح عينينا على معنى عميق ان الفرح مرتبط باللي احنا بنحكي فيه، ان عينك تتفتح على المسيح، ان نظرتك للحياة تتغير. فالقصة مش لازم ظروفك تتغير، لا خالص، انما انت شايف الحياة ازاي، ده يخليك وسط الحياة الباطلة دي انت فرحان. مثلا في جامعة 3 يقول: رأيت أنه لا شيء خير من أن يفرح الإنسان بأعماله، لأن ذلك نصيبه، لأنه من يأتي به ليرى ما سيكون بعده. يعني إيه؟ يعني أنت تشغل نفسك ليه باللي بعديك؟ just rejoice باللي بتعمله. مفهوم جميل وبسيط. يعني ايه؟ عيش يومك وافرح باللي بتعمله دلوقتي. انت مالك ببعد 100 سنة؟ ماليها رب. مالك بولادك قوي بعد ما تموت؟ انت اطمن امشي بس، مالكش دعوة، وربنا هيشيل عيالك واحفادك والدنيا هتمشي بعدك، وغالبا هتمشي احسن يعني. فهو عاوز يقول كده، انه بس افرح باللي بتعمله وما تعرفش اللي هيحصل بعد كده. في جامعة 5 مثلا يقول ايه: أيضا كل إنسان أعطاه الله غنى ومال وسلطه عليه حتى يأكل منه وياخد نصيبه ويفرح بتعبه، ده عطية ربنا. يعني حاجة حلوة قوي إن الإنسان يلاقي يأكل ويشرب وتبقى حاجة ملكه، لأن كان في عبيد يا عيني من لا يملكوا شيء. فكونك مش عبد وعندك شغلك وفي لقمة تاكلها، دي عطية ربنا على فكرة. لأنه لا يذكر أيام حياته كثيرا، لأن الله ملهيه بفرح قلبه. يعني لو عايش فرحان باللي بتعمله، طب وماله؟ لأن ربنا سايبك تفرح بيومك، في الآخر هي كده كده إيه؟ بتخلص برضه. أنا عاوز أراجع معاكم. أغلبنا بندور نفرح في الزمن ده. الناس كلها عندها أزمة مع كلمة حزن وقلق وضغط نفسي. كلنا
حاسين ان احنا متحصرين في جو من الكآبة كده. الفرح في نوعين كبار، في فرح حقيقي من ربنا وفي فرح كاذب مغرق الدنيا مخدر لكن مش حقيقي. الإنجيل دايما بيسوقنا في اتجاه الفرح الحقيقي اللي لا يعتمد معاك فلوس ولا لا، الناس مبسوطة منك ولا لا، انت عامل ايه مش فارق كتير. هو مرتبط بفاكتور تاني، اكتشاف ربنا، ان عينيك مفتوحة فشايف ان ربنا بيحبك وربنا جنبك. فسر الفرح براك مش تبعك، انت وحش ما فيهاش حاجة بس هو بيحبك. ما عملتش انجازات كتير، حاجة تضايق، لا ما تضايقش، ليه؟ هو بيحبك وهو معك وهو اللي عامل كل الشغل، وابوك لسه ابوك. ففي اسد كده، في كمية فرح مخزونة ليك مش مرتبطة بدورك ومش مرتبطة بنجاحاتك ولا بالظروف اللي حواليك. الفرح الروحي سماه كتاب ساعات ثمر الروح. كلكم عارفين ان اول ثمرتين للروح القدس محبة، فرح، سلام. يعني الفرح هو نتيجة زي شجرة طبيعية في الاخر مطلعة ثمرة. الفرح هو الاوتكم بتاع الروح القدس اللي مليان بالروح، من غير ما يفكر عنده فرحة مش موجودة عند اللي قاعد جنبه. فرقها ايه؟ من جوه الروح القدس مطلعها، لأن الروح القدس ده روح الفرح، ده روح الله. يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم، الروح المعزي. إذن الفرح مرتبط بقد ايه انت مليان بالروح القدس، ودي قاعدة ملهاش استثناء. الشيطان زي ما بيسرق عينينا بيسرق فرحتنا، فعاوز يربط فرحتنا بحاجات تانية. المسيحي الناصح يرجع الفرحة، يقول له لا، مش هفرح لا بأكل ولا بشرب ولا بشغل ولا بجواز ولا بأي، أنا هفرح بربنا. لأن لو استبدلت ربنا بفرحة أخرى أنا خسرت، لأن الفرحة التانية دي هتتسرق، هتطلع وتنزل، هتبقى خفيفة وهتضيع بسهولة. عشان كده الفرح الروحي مثلا مرتبط بالتوبة. أي حد فيكم كان متضايق من نفسه وصلى بحرارة بيطلع عنده بدايات الفرح، وكلكم جربتوا دي. تبقى عامل عاملة ومش طايق روحك وتصلي حلو وانت متضايق من نفسك ويمكن دموعك تنزل، تفاجأ ان في حاجة جوه ما خدتهاش في حفلة ولا خدتها في شهادة. ده الفرح الصح. وطبعا لما تبقى التوبة سخنة قوي، اذهبي بسلام ايمانك خلصك، تبقى فرح لا ينطق به. وبالتالي كل ده بيشتغل مع بعض، فرحة الصلاة، فرحة التعزية، فرحة الإنجيل. الإنجيل فرح ليه؟ لأن الروح القدس في الإنجيل، والإنجيل مليان بعمل الروح القدس. تقعد مع الإنجيل قعدة حلوة أوي، الروح القدس يملاك، يبقى النتيجة تفرح. وجد كلامك أكلته فكان كلامك لي للفرح. طب هو الإنجيل ده يفرق أنت بتقراه في سجن ولا بتقراه في قصر؟ هتفرح في السجن أكتر من القصر لو عرفت تتمتع بالإنجيل. يعني أيا كانت الظروف في الآخر الفرحة دي مش مرتبطة بالمكان اللي انت فيه. المحبة جت قبل الفرح، لأن الروح القدس اللي يزقك تفرح يزقك تحب اخواتك، ولو ما سمعتلوش في حب اخواتك مش هيعرف يديك الفرح. فهمتوا الفكرة؟ لما بلاقي خادم لمؤاخذة نكدي كده مضايق روحه ومضايق اللي حواليه، ببقى زعلان له، لأنه أنت ليه عامل في روحك كده؟ احنا ما في عز، احنا ما هنحب بعض وربنا يشتغل بينا بأي طريقة. موضوع بسيط يعني، احنا ما حدش فينا ينفع أساسا، وهو جابنا من وراء الغنم تقريبا وعملنا خدام وبني أدمين، ما نحب بعض وخلاص. موضوع بسيط يعني. لكن لأنه بيقاوم حب الناس، هو بيقاوم بنفس الدرجة الفرح والسلام، مش عارف يهدى. بينما اللي تلاقوه بيحب الناس ببساطة أسعد واحد. ليه؟ لأن الروح القدس اللي مديله المحبة مديله الفرح. العطاء مفرح، مغبوط هو العطاء، وده ترجمة الحب. اللي تلاقيه سخي
يدي كتير، يدي كلام حلو، يدي تشجيع، يدي سؤال عن الناس، يدي اللي يملكه كله. كل ما يكون العطاء كتير، كل دي مفاتيح فرح حقيقي. خلي بالكم، ودي ما جاتش في سفر الجامعة، لأنه سفر الجامعة بيناقش الحياة الأرضية أكتر، عشان كده بيتكلم عن باطل باطل باطل. الحاجات دي أسرار عهد جديد كلها. لكن الفرح النفسي بقى، ده اللي بيناقشه أكتر سفر الجامعة. ودي أول مرة أفكر فيها كده، وربنا يستر تطلع صح. الفرح الروحي صح، لكن تفسيري لسفر الجامعة دلوقتي مختلف عن زمان. لأن في حاجة اسمها الفرح النفسي، وده اللي شغال عليه الكونسلنج واللايف كوتشنج وعلم النفس، كله شغال عن enjoy. You have to rejoice. psychological joy. كويس، كتر خيرهم، ما احنا عاوزين برضو نفرح بأي طريقة، احنا طايلين يعني. الأولانية دي هي الثابتة، وهي العالية، وهي المستقرة، وهي الصح بتاعت ربنا. ان سر الفرح مرتبط بالروح القدس، ده اللي يفهمك يعني واحد مريض وبيموت ومبسوط. دي حاجة ما تتفهمش بقى في السيكولوجي يعني. لكن احنا هندخل على فرحة نفسية، انها فيها حاجة اسمها التمتع مش المتعة. يعني ايه؟ تستغربوا ان القديس بولس وهو بيكلم الاغنياء وبيقول لهم اعملوا خير كتير، خليكوا اسخياء في العطاء، لان ربنا اللي خلقنا يعطينا كل شيء بغنى للتمتع. يعني ايه؟ كونك تنجح في شغلك حرام ولا حلال؟ فيش حاجة. طب هتنبسط؟ ما تنبسط. بس هل الفرحة دي غلط؟ لا مش غلط. طب هي الفرحة دي روحية؟ لا، دي نفسية وحلوة ونعمة من ربنا وهدية، بس لا ترقى أن تكون في مستوى فرح التوبة، فرح الإنجيل، فرح الخدمة. فاهمين الفرق؟ حد فاهم أنا عاوز أوصل لإيه؟ أنت ناجح في شغلك، فرحة جميلة طبعا، بس مش دي السعادة بتاعت واحد مكرس بيجري ورا خلاص النفوس. لا، دي فرحة نوع أعلى وأحلى. مثلا حاجة طبعا مش المتعة، المتعة دي لذة، دي لازم تجيب وراها فراغ، اللي هي اللاست بقى، اللي هي البلاجر، انك تاكل أكلة حلوة قوي فتقول أنا فرحان. لا، أنت مش فرحان، وأكد لك أنت مش فرحان، أنت بطنك هتوجعك. أنت بتحاول تقول أنا فرحان، لكن قاعدة حلوة مع الناس. القعدة الحلوة مع الناس فرح وتمتع اجتماعي لطيف. بس لو نزلتها المستوى أصلنا بناكل مش عارف ايه مشوي، لا، تبقى فرحة حيوانية سوري يعني. نزلنا المستوى أقل. أصل في فرح روحي، فرح نفسي، فرح جسدي. فرح جسدي ده عند الحيوانات، الفرح النفسي عند البني آدم العادي، الفرح الروحي عندكم انتوا بس. فهمتوا اللي أنا بتكلم فيه؟ فسفر الجامعة في أغلبه بيناقش فرحة الإنسان العادي، لأنه ما شافش لسه المسيح، عشان كده عمال يقول باطل باطل باطل، لكن بيلمح انه في سر فرح آتي. الرضا. في ناس اتبرمجت وتعودت على القناعة، ده حتى غير المسيحيين تلاقي نفسياتهم أحسن من ناس ثانية، مش كده؟ دي فرحة نفسية، انه طلع يميل للرضا، يميل للقناعة. اللي عنده دي بخته، لأنه بدل ما يبقى دايما متضايق عشان ناقصه حاجة، عنده رضا فمشيه. فرح المينينج، المعنى زي ايه يا جماعة؟ أم جابت طفل عندها فرحة إنها بقت أم، that's a meaning، معنى. واحد مثلا جوز عياله، في حاجة اسمها رسالة كده أو مين كويس. ففي فرحة مرتبطة أحيانا إنك واحد كتب كتاب وطلعه للناس وحاسس إنه عمل حاجة في الناس، حتى كتاب علم أو كتاب ثقافة كويس. كل دي بتدي فرحات نفسية. مجالها تبدأ بالإيمان، ودي جايبها بصراحة فوجئت وأنا في أمريكا كان عندي شوية وقت، فقعدت أقلب على مفهوم الفرح. لقيت في واحد بيدرس في هارفارد الفرح. هارفارد في مادة علمية بيدرسوها اسمها الفرح. قلت ده جننه بقى، يعني ايه ساينتيفيكالي؟ ده دكتوراه واستاذ، وابقى ابعت لكم اسمه، بيدي لكتشرز في الفرح
ما تيجي توعظ اخويا في الكنيسة يعني فرح ايه؟ هتقول ايه حشو يعني في الفرح؟ فهو قايل الاربعة دي انا غشيشها منه، الاربعة يا زين، انه فرح الانسان عموما، لان الراجل ده بيعلن انه كاثوليكي متدين وهو استاذ عالمي مشهور ورئيس قسم الفرح، فعاوز اقول له الله يعينك يعني بتبيع الهوى يعني ولا ايه؟ مش فاهم يعني. بيقول في حاجة اسمها faith based joy، وده اعلى نوع، اللي هو الحتة الاولانية اللي قلناها. هو نفسه بيعترف انه مش ممكن الانسان يكمل فرحه بدون ايمان. في الدايرة الثانية للفرح العيلة، الدايرة الثالثة الاصدقاء، الدايرة الرابعة العمل. وان الاربعة دول يتكاملوا في ان تبقى عندك سعادة حقيقية او تقدر تحتفظ بسعادتك. لما تكون الاربع دوائر دول متكاملين عندك مركز فيهم. ده رأي علمي، مش ما يعني ما يهمنيش كتير، بس برضو حسيته ماشي مع اللي انا بقوله. فجئنا بقى سفر الجامعة ان احيانا اللي احنا بنعمله على قد ما بيجيب فرح ساعات يجيب غم، ودي انتوا مش محتاجين سليمان يقولها، انتوا تكتبوها بقى 100 سفر يعني. ماذا للإنسان من كل تعب ومن اجتهاد قلبه الذي تعب فيه تحت الشمس، لأن كل أيامه أحزان وعمله غم. يا ساتر يا رب، انت بتضحك علينا ولا ايه؟ طلعنا فوق وتقول افرح بشغلك، وتيجي تقول لك بعد كده ايه؟ انه عملك غم. his work burdensome. burdensome يعني هم. غم وهم يعني بردن، يعني حمل على نفسيته. ايضا بالليل لا يستريح قلبه. يبقى حتى ده هنا تاني برجع لفرح الشغل او فرح الانجازات. خلي بالكم انا بكلم روحي اكتر ما بكلمكم. ليه؟ ساعات اتزحلق من فرحتي بربنا لفرحتي بالخدمة. في فرق بينهم، في فرق. فرحتي بربنا تمشي صح، فرحتي بالخدمة ممكن تبقى انجاز شخصي، فتلاقيها بتطلع وتنزل زي الموجة، ساعة فرح وساعة غم. ليه؟ ما أي خدمة هتتخبط، هتترزع، هتطلع وتنزل لغاية ما نمشي. فتلاقيها مش هي الفرحة الروحية، هي فرحة نفسية أحسن من غيرها، مش وحشة، بس حاسب لا تكون معطلاك عن اللي أنا قلته أول محاضرة، إنك ما تشوفش المسيح. تلاميذ كانوا فرحانين بقوا يخدموا مع ربنا يسوع، بس فرحة التجلي نوع تاني. لم يعودوا يروا إلا يسوع وحده، دي حاجة تانية دي. فبيقول بالليل لا يستريح قلبه. ليه؟ لأنه مشغول على الخدمة أو على الشغل يعني. هذا أيضا باطل. يعني لو لقيت أن خدمتك أو شغلك بقى ساعة فوق ساعة تحت وفي كتير منه هم وغم، أنت راحت منك برضه، أنت وقعت منك الحتة الصح، الفرح الروحي اللي أساسه الروح القدس مش الإنجازات. العمل من أجل الثروة أو الشهرة أو المقارنة يساوي غم. افتكروا المعنى ده. في ناس عايشة طول الوقت بتقارن نفسها بغيرها. الناس دي دايما متضايقة. بالنسبة لناس تانية يحسدوهم، بس هم مش طايلين ولا حاجة، لأنه عايش بمبدأ المقارنة. فلان بيعمل، فلانة بتعمل، أو عاوز يوصل لحاجة محددة في الدنيا. العمل في جو من الخوف يساوي غم. في ناس عندها insecurities حتى جوه الخدمة. أبونا راضي عني، يا أبونا راضي عنك ولا مش راضي؟ ما يتفل يعني، ماله أبونا بالموضوع؟ أنت معاك ربنا كله، إيه اللي يخليك تبقى شغال في جو في قلق؟ ليه؟ ده ربنا، ده أبوك، أنت بتشتغل عند أبوك، مش هيرفدك أبدا. فهنا في ساعات يبقى جو الخدمة فيه نوع من القلق، لأنه أنا عاوز أرضي حد معين أو أكسب ناس معينة. أو العمل الغم لما يكون العمل من غير محبة، وكلكم جربتوا دي. أنا تاني بربط نمرة 1 و2، الروحي والنفسي. يعني لو اشتغلنا في جو بنحب بعض قوي، فعلا الخدمة طعمها مختلف فعلا.
أنا جربت كل أنواع الميشنز تقريبا. الفريق اللي طالع بيحب بعض قوي ومتواضع ودافي كده وبيصلي كويس قوي، ما بنفتكرش ولا حاجة غير ان احنا مبسوطين. الفريق بقى اللي نطلع نحل مشاكل بقى، حلق حوش بقى، وايه، نطبطب على ده ونحايل ده وما قصدش تحس انك ايه يعني في حضانة مثلا، موضوع مرهق للأعصاب وتلاقي ملوش طعم حتى لو الإنجازات أكتر. العمل دون أن تحب ما تعمله يبقى غم. عشان كده أرجوكوا حتى بعيدا عن الخدمة، ما تقبلش في حياتك انك تشتغل لحاجة عشان تجيب فلوس اكتر. اختار حاجة بتحبها واشتغلها. الحياة اثمن من انك تشتغل لغرض مادي. الفلوس رخيصة، لكن اعمل حاجة بتحبها تلاقي نفسك فيه حتى لو شغل. ده اخطر واجمل من انك انت مجرد بتشتغل عشان لقمة العيش. العمل دون أن أي تحدي، على فكرة ده أنا ربطه بكلام الأخ إياه اللي بقول لكم عليه. قال إنه ربنا بيقصد يحط تحديات لأنه الانتصار على التحدي له فرحة إنسانية مش موجودة في عالم الحيوانات. إن طبيعة الإنسان يحب التشالنجز ويفرح إنه تخطى أزمة، وعشان كده الحياة كلها أزمات. وده في حد ذاته فرح راقي، فرح إنساني، إنك بتحل مشكلة لحد أو مشكلة مع نفسك وبتلاقي معنى. طبعا لو خدمتك أو شغلك جم على حساب الدوائر الأولى، الإيمان، العيلة، الأصحاب، تأكد إن عدم التوازن ده أنت مخدوع. أنت مخدوع، أنت مش فرحان ومش بتحب ربنا صح. لو بتحب ربنا صح هتتوازن، تحب العيلة وتحب الأصحاب وتحب شغلك، كل حاجة ماشية مظبوطة وانت نفسيتك هادية كمان. أخيرا أقول كيف يفرح الإنسان بعمله، لأن الكتاب في الجامعة بالذات قرر افرح بشغلك. دي الرسالة الأساسية. افرح whatever you do، just اعمل حاجة بتحبها. واحد، التمتع وليس المتعة، بمعنى حب اللي تعمله واعمل اللي بتحبه. خلي بالكم المتعة تحتمل حاجات غلط، لكن هنا مش بتكلم في حاجة غلط. أنا بتكلم حد فيكم بيحب الرسم، ارسم يا حبيبي. حد فيكم بيحب الأطفال، اخدم أو اشتغل مع أطفال. حد فيكم بيحب التخطيط، خطط. ما تحرمش نفسك من حاجة أنت بتحبها، لأنه ربنا حط فيك وزنة، ولما تستثمر وزناتك تجد سعادة. في الخدمة أنجح خادم هو اللي بيحب نوع خدمته، مش اللي مجبر على الخدمة. فدايما اختار حاجة تستهويك في الخدمة. ونشكر الله أن خدمة الكرازة تستوعب كل المواهب وكل الاتجاهات، عشان بنتعامل مع كل البشر. احذر من اللذة، اوعى تنزل من مستوى التمتع الراقي إلى مستوى المتعة الدونية دي. اللذة وقتية، سطحية، حسية، قصيرة المدى. اوعى تعيش على المستوى ده، ما تنزلش المستوى ده. لسه كنا بندرس السامرية، المسيح مش بتاع أكل وشرب، بس عنده متعة أنه بيشد السامرية والسامرة، عنده رسالة، عنده مينينج، فهو مبسوط مع أنه ما كلش. لكن لو القصة ده معاد أكل أهم حاجة دلوقتي في الحياة، لا يبقى أنت دخلت في سكة مش مظبوط. التمتع بقى معناه ده مستمر، ده عميق، ده بيخص إنسانيتك مش جسدك، وده غالبا طويل المدى ويتقدس بالروح. الروح القدس يعلى بالحتة دي ويقدس، فتبقى حياتك كلها مقدسة. الإنسان يفرح بعمله لما تعيش في حالة شبع أو رضا، وإنك تختار الإنجازات الصعبة مش السهلة. التربية إنجاز صعب على فكرة، والنجاح في أي خدمة إنجاز صعب. اوعى تختار لنفسك الأمور السهلة، عمرها ما هتديك ساتسفاكشن، وبالتالي مش هيبقى عندك فرح طبيعي. التشالنجز جزء من سعادة الإنسان،
وربنا حاططنا قدام تشالنجز كتيرة. خلاص العالم يعني بنكسر في مملكة الشيطان، الموضوع مش قليل. الحياة بدون تحدي لا طعم لها، وبالتالي الرفاهية غير السعادة. انتوا عارفين ليه الاكتئاب والانتحار بيزيد في فئة الأغنياء؟ اكتشفوا كده ان اللي بيكافحوا مش فاضيين يكتئبوا، فاهمين المعنى؟ لكن اللي مش بيكافحوا فاضيين للكآبة. فاحنا الحمد لله ان احنا بنكافح، فمش فاضيين قوي للكآبة يعني. يفرح الإنسان بالشبع والرضا. النمو في الحياة متعة إنسانية، لما بتاخد شهادة، لما بتدرس، لما بتنجح، لما بتتقدم لخطوبة وجواز، لما أوكي. النمو في الحياة متعة. الكسل مدمر، ده عدو الفرح الأول الكسل. وعدم المحاولة متعة غشاشة، فاهمينها؟ يعني يكون يقول لا مفيش داعي أحاول. انت فاكر نفسك ريحت نفسك؟ انت فطست نفسك، انت خنقت نفسك، انت أذيت نفسيتك لأنك ما حاولتش. لكن keep trying، وده لوحده له متعة أو تمتع حقيقي. يعني العمل السهل بدون تقدم أو فايدة للغير لا طعم له. الغريب أنه يدرس في هارفارد أن السعادة الحقيقية أن تكون مسؤولا عن إسعاد غيرك. بقول لكم هارفارد بتقول كده، اللي هو الإنجيل قايلها من 2000 سنة، أنه أي سعادة إنسانية حقيقية لا يمكن يكون فيها أنانية، لازم تنشغل بغيرك. كويس أن هم بيحاولوا يفكروا صح، لكن الإنجيل هو الصح. ثالث حاجة عشان الواحد يفرح باللي بيعمله، دور على معنى في كل حاجة. معنى في العمل أو في الخدمة. يعني إيه؟ دور ان يبقى فيه مينينج، يبقى فيه فاليو. اوعى تشتغل شغل يساوي فلوس، لا، اشتغل شغل فيه مينينج بيفيد ناس. الفلوس بتيجي، لكن دايما دور على قيمة في اللي بتعمله، قيمة في العطاء، قيمة في إسعاد الآخرين. احذر من الأنانية لأن دي دايما مرتبطة بالغم. الشركة ممتعة، الفردية مؤذية. عشان كده ابتديت بالمناقشة اللي فاتت. انت تعب روحك لما بتضيق على نفسك دايرتك، لما بتحرم نفسك من علاقات اكتر. بينما في متعة جميلة انه تبقى في فريق بيشتغل معاك، تحترمه وتقدره وتكبره ويسبقوك، تتفرج عليهم بينجحوا، وتبقى انت مش شايف غير المسيح في الاخر. العمل مع مبادئ مسيحية شهادة، وبدون مبادئ مسيحية أكل عيش. فاهمين؟ يعني اشتغلوا، مش لازم تتكرسوا، بس اشتغل بقلب كارز، ان في موقع عملك عاوز الكل يشوف المسيح اللي فيك. لكن اشتغلوا، بس اوعى تكون لما اسألك بتشتغل ليه تقول لي أكل عيش. أكل عيش مالكش حق. يعني المسيح اشتراك عشان تاكل عيش؟ في ناس ما بياكلوا عيش، وفي كائنات أخرى بتاكل عيش، لكن ما عرفوش المسيح. لو هتفرح بأعمالك افتكر دايما أشكر كتير، دور على معنى، فرح غيرك باللي بتعمله. اوعى تهرب من التحديات، حط دول قدامك وانت بتفرح بأي حاجة. خلي فرحك مرتبط بالشكر، بالمعنى، بخير الناس، وبتحدي. دي حاجات بيلرز كده، أساسيات في انها تضمن لك فرحة سليمة. كمان افرح بالنمو، انك بتتقدم في حاجة، ان في نوع من